هاي شنو هاي؟ يا رب دخيلك. لك شنو هاي مصطفى؟ ابو موسى شنو تسوي روحك ما تدري؟ انا من البارحه شفت انذرني وانا ما يعجبني هيك شغل وياك كله دنفسه، اليوم تحاسبني واطلع. تنفس لك مو؟ هاي شنو هاي؟ دوريه؟ الله ينتقم منك مصطفى. سمعوني كل زين، اليوم عندي اجتماع ويا راس الهرم بخصوص البضاعة الجديدة، وأي شيء يصير بيناتنا تلفون. حجي تروح وحدك؟ خليني انا اروح وياك. ايه روح وحدي. ليش حجي تروح وحدك؟ خلي انا اروح وياك، فرقد يروح وياك. لا أنت ولا فرقك، خليك هنا. ماشي صار معلوم حجي. حجي مو مال تبع حب احدك، للامان خدنا وياك او على الاقل واحد من عندنا. هاي مو أول مرة أروح وحدي، دائما اجتماعاتي ويا راس الهرم وحدي، ليش تبون تروحون وياي؟ حجي احنا نخاف عليك، خصوصا من جاي يلحون عليك بانه تجيب بحر. انا عندي فكره واتمنى توافق عليه. هذا الجهاز تاخذه وياك، راح نسمع كل صوت يصدر هناك. جهاز؟ شنو هذا الجهاز؟ حجي هذا الجهاز يحدد حتى موقعك، واي حوار يصير بيناتكم احنا راح نسمعه، واذا صار خطر راح نتدخل بسرعه. حلو. كم مرة قلت لك فرقد جاي يبدأ، تعجبني. احمد فرقد وين؟ ما جبته يا حجي، لين قلت له تعال وحدك للاجتماع. منو اللي جابه بالمجموعه؟ الله يرحمه حج محمد. ليش؟ تعرف وين يداوم؟ لا. منتسب بالدوله، شلون؟ اخي باشا بالمداهنه، باشا بالمداهنه، بارك الله فيك باشا. كان كل ظنكم تفلتون من عقاب الدولة وحاولتوا تعبثون بأمن هذا البلد. دمرتوا شبابنا، دخلتوا هاي السموم، بس هذا مصيركم. وهذا البلد في رجال يحرصون على أمنه وحفظ شبابه، وأمثالكم مصيرهم السجن وبس. تياترال شي ذنبي؟ جاء صاحب مجمع، هاي ورطني هو. صاحب اطفال، ما عنده اي مشكله. احنا عندنا تفاصيل عن كل حيثيات القضية. بعد التحقيق راح يبين من المذنب ومن اللي ما عنده شيء. فرقد انت ورطت نفسك بمشكله كبيره ما راح تطلع منها. قلت لك اسكت! لا انت ولا الاكبر من عندك يهددني، والقانون فوق الجميع، سمعت ولا؟ حبس! قوم!